مثل ولي العهد الأمير مولاي الحسن الملك محمد السادس في مراسم تشييع جثمان الكونة باريس هنري دورليان التي جرت بعد زوال اليوم السبت في كنيسة سان لوي الملكية قرب العاصمة باريس. ولدى وصوله إلى كنيسة سان لوي وجد مولاي الحسن الذي كان مرفوقا بوفد رسمي يضم فؤاد عالي الهمة مستشار الملك وشكيب بن موسى سفير المغرب بفرنسا في استقباله نجل الفقيد ولي العهد الأمير جندورليان. بعد ذلك جلس ولي العهد مولاي الحسن في الصف الأمامي للشخصيات الحاضرة إلى جانب الملكة صوفيا عاهلة إسبانيا والأمير البير أمير موناكو. وتميزت هذه المراسيم التي جرت في جو رهيب والتي حضرها عدد من أعضاء الأسر الملكية والأميرية بالإضافة إلى تلاوة كلمة تأبينية بصلوات وأدعية وترانيم دينية تؤدى في مثل هذه المناسبة. عقب ذلك قدم أعضاء من أسرة كونة باريس الذي وافته المنية في 21 يناير الماضي عن سن يناهز 85 سنة شهادات أشادوا من خلالها بمناقب الفقيد وبخصاله الإنسانية والأعمال النبيلة التي قام بها طيلة حياته. وبعد ذلك رافق أعضاء أسرة الفقيد والشخصيات الحاضرة النعش إلى مدفن العائلة داخل الكنيسة حيث سيرقد جثمان كونة باريس. عقب ذلك وقف ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمام نعش الفقيد قبل أن يقدم سموه تعازي لولي العهد جندورليان وإلى أعضاء العائلة. وفي نهاية مراسم التشييع ودع ولي العهد عائلة كونة باريس قبل أن يغادر سموه الكنيسة الملكية لسانت لوي بدوره. وولد هنري دورليان وهو سليل لوي فيليب الأول آخر ملك حكم فرنسا من 1830 إلى 1848 في 14 يونيو 1933 بقصر أنجو قرب بروكسل في حين كانت عائلته تعيش في المنفى.